موظف وحلمك تاخد قرض تحقق بيه أحلامك وتبدأ بيه حياتك، بس مش عارف تروح فين؟ استنى وما تفكرش كتير. البنوك دلوقتي فاتحالك أبوابها وبتقدم لك قروض بتوصل لحد 5 مليون جنيه. بس يا ترى إيه تفاصيل القروض دي؟ وإيه شروطها والإجراءات المطلوبة؟ وإيه أحسن ميزة فيها؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. ناس كتير حلمها إنها تاخد قرض يبدأوا بيه حياتهم أو يحلوا بيه أزمة، بس أول ما يفتكروا الشروط والإجراءات المعقدة بياخدوا خطوة ورا ومش بيكملوا إجراءاتهم. بس خلاص البنوك دلوقتي في مصر بقت بتتنافس على القروض الشخصية، وكل بنك بقى عايز يقدم لك أحسن شروط وأسهل إجراءات علشان تاخد القرض من غير أي وجع دماغ. وخلينا نبدأ بالبنك الأهلي المصري اللي بيقدم القرض الشخصي للموظفين في الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام. مدة القرض ممكن توصل لحد 12 سنة، والتمويل لحد 3 مليون جنيه له بضمان مكافأة نهاية الخدمة، أو 2 مليون ونصف المليون بضمان تحويل المرتب. المميز في القرض إن فيه تأمين على الحياة، والعجز الكلي مجاني، وكمان فتح حساب جاري من غير ضامن. وكمان العاملين في الشركات الكبيرة في برامج خاصة بتمويل بيوصل ل5 مليون جنيه، بشرط إن صافي الدخل الشهري يبدأ من 5000 جنيه ومن غير مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب. الأوراق المطلوبة بسيطة: بطاقة رقم قومي، فاتورة مرافق، ويكون سنك من 21 لحد 60 سنة. ومن البنك الأهلي نكمل مع بنك مصر اللي برضو بيقدم قرض شخصي للموظفين بضمان تحويل المرتب. أعلى قيمة للقرض 3 مليون جنيه، ومدة السداد ممكن توصل لحد 12 سنة مع أقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية. القرض فيه تأمين مجاني على الحياة، وبيتيح تسدد أي مديونيات تانية سواء للبنك نفسه أو بنوك تانية. ومن بعد 3 شهور ممكن تعمل استعاضة أو قرض تكميلي حسب قدرتك على السداد. والأوراق المطلوبة: بطاقة رقم قومي، خطاب معتمد من جهة العمل، وشهادة مفردات راتب حديثة لو الراتب مش متحول على البنك. أما بنك QNB مصر فبيقدم قرض شخصي للموظفين بتمويل بيوصل لحد 2 مليون جنيه، وفترة سداد لحد 7 سنين. القرض متاح للموظفين في الحكومة والشركات وقطاع الأعمال والقوات المسلحة. الدخل الشهري لازم يبدأ من 300 جنيه، ومبلغ القرض من 3000 ل 2 مليون جنيه. كمان بيقدم لك تأمين على الحياة مجاني. القرض قيمته 500 ألف جنيه لأصحاب الدخل الأقل من 50 ألف جنيه، وبيوصل ل 2 مليون ونصف المليون لأصحاب الدخل أعلى من 50 ألف. طيب الأوراق المطلوبة بسيطة: بطاقة رقم قومي، إيصال مرافق حديث، بيان مفردات المرتب، وبيان الحالة الوظيفية، وتعهد بتحويل المرتب أو القسط. وعندك كمان بنك ABC مصر، وده عنده عرض مميز باسم حلمك كبير، احنا معاك خطوة بخطوة، بتمويل بيوصل لحد 5 مليون جنيه، فترة سداد لحد 12 سنة، عائد 19%، وخصم 50% على المصاريف الإدارية، والتأمين على الحياة مجاني طوال فترة القرض، ومرونة في السداد سواء شهرية أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي. القرض ده هيخليك تقدر تشتري مديونياتك في البنوك التانية بمميزات محترمة. طيب الأوراق المطلوبة بسيطة: نموذج طلب، بطاقة رقم قومي، وإيصال مرافق حديث، وإثبات دخل، وتعهد بتحويل المرتب أو القسط. انت كمان عندك بنك اسكندرية اللي بيقدم قرض شخصي لمدة بتوصل ل10 سنين، وتمويل لحد 3 مليون جنيه، والتأمين على الحياة طوال مدة القرض. بس السن لازم يكون من 21 لحد 65 سنة، والحد الأدنى للمدة العمل 3 شهور. أما المصرف المتحد بيقدم لك قرض شخصي بسعر فايدة تنافسي، وتمويل لحد 5 مليون جنيه، والسداد ممكن يوصل لحد 8 سنين. وبنك القاهرة كمان عنده برنامج لموظفي الحكومة بضمان تحويل المرتب مع دخل إضافي، والسداد ممكن يكون بالقسط الربع سنوي أو السنوي. أقل سن للعميل 21 سنة، وأقصى سن عند نهاية القرض 60 سنة، والحد الأدنى للدخل 300 جنيه، وأقل قيمة للقرض 3000 جنيه، وأقصى قيمة بتوصل ل 2 مليون جنيه. ومدة السداد ممكن توصل لحد 180 شهر، وسعر الفايدة بيبدأ من 24.5% متناقصة سنويا. وكمان في تأمين على الحياة. يعني كل بنك عنده مميزاته الخاصة وشروطه المرنة. لو انت محتار لازم تقارن بين القروض وتشوف الأنسب ليك حسب دخلك واحتياجاتك، لأن الفرصة دلوقتي
دلوقتي موجودة والخيارات كتيرة، والقروض دي هتسهل حياتك وتخليك تحقق أحلامك بدون وجع دماغ.